رسميا النادي الأهلي بطلا لكأس مصر بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 2-0 في الوقت الأصلي في السعودية علشان يعلن تتويجه للمرة 39 بالبطولة. النادي الأهلي قدر النهاردة إن هو ينتصر على نادي الزمالك بثنائية في نهائي كأس مصر اللي كان بيتلعب لأول مرة في التاريخ في السعودية. أول مرة نشوف نهائي كأس مصر، مش مثلا بطولة السوبر أو كده، لأ ده نهائي البطولة بيتلعب بره لأول مرة تقريبا في التاريخ، ولكن الأهلي قدر إن هو ينتصر النهاردة بنتيجة 2-0. إمام عاشور سجل هدف وصنع هدف، والناحية التانية قفشة برضو بعد ما نزل سجل هدف وصنع هدف، عشان يبقى كل واحد بيسجل هدف وبيصنع هدف للعيب التاني. هدف قفشة حلوة قوي، الشوطة بتاعته والإنهاء بتاعه جميل جدا. تحس إن قفشة بيفوق على الزمالك بس، وهو بيجي في ماتشات الزمالك ويدي جوان. طبعا الحمد لله الأهلي